كل اللي ليهم ناس بيخدموا في الجيش في منطقه الهايك ستيب يجمعوا يا جدعان، وسكان الهايك ستيب يجمعوا، وسكان شرق القاهره مدينتي تجمع الشروق كله يجمع. هنتكلم على الانفجار اللي حصل في منطقه الهايك ستيب، حصل ازاي وايه السبب وهل في ضحايا ولا لا، وايه اللي بيحصل في التحقيقات بخصوص الموضوع ده. الانفجار الكبير اللي حصل في الهايك ستيب ده حصل الساعه 2 الا ربع الظهر، والمكان ده فيه ورش لتفكيك المتفجرات والذخاير التابعه للقوات المسلحه. والذخائر والمتفجرات دي بتبقى مخلفات حربيه، حاجات قديمه. واللي قاله المتحدث العسكري للقوات المسلحه في البيان بتاعه، العناصر الفنيه اللي كانت شغاله في الورش دي كانت بتحاول تفكك بعض المتفجرات والعبوات الناسفه، فما تمش الالتزام بتعليمات السلامه والامان، فحصل انفجار، والانفجار ده جاب سلسله انفجارات متتاليه. فده ما كانش انفجار واحد، لا ده كانوا كتير ورا بعض، لدرجه ان هو صدى صوته وصل لشرق القاهره كلها، مدينه بدر، الشروق، التجمع، مدينتي، شرق القاهره كله. البيان العسكري الحمد لله قال ان مفيش اي ضحايا او اي اصابات، والقوات المسلحه فتحت تحقيقات دلوقتي علشان تشوف مين السبب الحقيقي في الانفجارات. اصل العبوات الناسفه والمتفجرات دي بيبقى فيها مواد حساسه جدا جدا، وبتتطلب متخصصين على اعلى مستوى. فاحنا بيبقى عندنا كذا حاله، ممكن يبقى مثلا غلط من الفني، ممكن يبقى خلل في الاجهزه اللي بتفكك العبوات، ممكن يبقى مفيش اتباع لتعليمات السلامه والامان. فحصيله الموضوع ان الجيش المصري اتدخل فنيا وسيطر على الموقف. فكل الناس تطمن، ولادنا اللي بيخدموا في الجيش في منطقه الهايك ستيب بخير، المواطنين سكان الهايك ستيب ذات نفسهم برضو بخير. كل الموضوع اللي هو حصل بس يعني خلل فني في الورش بتاعه تفكيك العبوات الناسفه. وبس، هي دي كانت الحكايه، وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.